كعب عالي برنامج اتعمل لكل ست اهتمت بالموضة وحبت تشوفها بعيون نقادها وبعيون خبرائها. الشيرت الرفيع قوي اللي عامل زي الستان ده، انا بالنسبه لي this is a very big no يعني. even if it's trend وكل الناس لبسته، انا بالنسبه لي it's a very big no, this is not to wear يعني، عارفه؟ بس فمش كل حاجه ترند نمشي وراها. ايه الكولكشنز القديمه جدا اللي محدش باصص عليها او ماتت وبيعيدوا احيائها بس بشكل مختلف. وفعلا لما بنيجي نبص على البيفور اند افتر بنلاقي ان في حاجه ديفرنت، انا ممكن مش عارف ايه هي بالظبط، بس في حاجه انا احب ان انا اجربها. خلاص انت وصلت لها الاحساس كله كامل، بدايه من دخلت الويب سايت، سهوله ان هي تشتري، واشتريت الحاجه جت بالظبط زي ما هي كانت متوقعاها. خدمه ما بعد البيع بقى، وفي الحاجات دي كلها بتكمل لها الصوره اللكجري. الكاميرا كمان بتضخم تفاصيل معينه وده بيخليها نقدر نقول توجه عام. فالحاجه لما بتطلع على الكاميرا الادق التفاصيل بتبقى فارقه، سواء اللون او التطريز او النقشه، وبناء عليه الموضه بتتحدد في الفتره الزمنيه دي. انا دايما مع البساطه، مع الست اللي عارفه ايه اللي بيليق عليها، وقد ما تبقى بسيطه قد ما تبقى احلى. يعني انا لما بدات الماجازين ما في سورس اوف انكم، بس في فاليو ان انا اخلي الناس كلها تبقى حاسه ان هي متشافه. فاول حاجه الواي. كنت معاكم انا ندى فاروق، ولو شايفه الموضه حلم تعالي شوفي الحقيقه هنا في كعب عالي.